اليوم أنت قالها بصراحة، يعني ترامب قال: أنا وأردوغان وضعنا أحمد الشرع في هذا المنصب. لذلك أقول يعني لنكون واقعيين. اليوم ترامب هو الذي يستطيع أن يوقف نعم. اشتعال أي أو اشتباكات بين إسرائيل وتركيا على الأراضي السورية وليس خارج الأراضي السورية، لأن نتنياهو يتخذ الأراضي السورية مم. ذريعة كي يهاجم تركيا. لكن نعم أنا أريد سيد. أن أعرج على الأستاذ طارق. يا أستاذ طارق، نأمل أن يكون هذا اندماج، ونأمل أن يكون هناك اندماج بالوطن السوري. نأمل أن لا يكون القائمين على الحكم في دمشق مثلما أعطوا للكرد 4% من مقاعد مجلس الشعب، أن يعتبروا الكرد هم 4% من سكان سوريا، ويكون هناك يعني المرسوم الذي صدر عن أحمد الشرع هو أقصى ما يحصل عليه الكرد في المستقبل، دون اعتراف دستوري رسمي بتصويت مجلس الشعب باستفتاء شعبي بالشعب الكردي مكون أساسي من سوريا. هذه الاتفاقية نعم هي حقنت الدماء، ولكن نعم. لم تجلب يعني الحقوق الدستورية للشعب الكردي مثل أعضاء مجلس الشعب الكرد. يعني إذا عبد الحكيم بشار لم يتمكن من الحصول على 8 أصوات وعندما رشح نفسه لمنصب نائب الرئيس، أنت اليوم في ظل دولة لا أعتقد بأنها ستعطي حقوق للشعب الكردي ولا أي مكون سوري طالما هي قادرة على تقديم التنازلات للخارج من أجل الحفاظ على الكرسي.